ازاي تعزل السطح في بيتك. مهم قوي في المباني اننا نعزل السطح من حاجتين اساسيتين. اول حاجه الحراره، لان الشمس بتكون ضاربه فيه طول النهار وخصوصا في الصيف، فلازم يتعزل علشان الادوار الاخيره ما تتحولش لساونا. تاني حاجه الرطوبه، علشان في الشتاء البيوت ما تغرقش من المطر زي ما بيحصل دلوقتي في التجمع، وده طبعا علشان ما حدش بيهتم بالعزل او بيتعمل اي كلام، علشان كده اغلبنا بيعاني من السكن في الدور الاخير. فكره الموضوع ببساطه اننا بنعمل حاجتين، حاجه كده اسمها بيتومين، وده شيت بيتفرد على السطح بشكل معين وبيتسخن بالنار علشان يمسك في بعضه، وبيقوم بدور المشمع اللي بيمنع اي ميه تتسرب منه. بس ده ليه تكنيك في الشغل ومش اي حد بيعرف يعمله صح، ده اللي بيسبب المشاكل بعدين، علشان كده لازم اللي يعمله يكون متخصص جدا وفاهم هو بيعمل ايه. تاني حاجه هو عزل الحراره، وده بسيط جدا وبيكون عباره عن الواح فوم للعزل بنجيبها من اي مكان وبنرصها فوق عزل الرطوبه. بيختلف طبعا سمكها في السوق، وكل ما زاد السمك كل ما زاد العزل الحراري بتاعها، بس الشائع اننا بنعمله 5 سم. الحاجتين دول لو عملناهم صح هنرتاح في البيت العمر كله. ولو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع وازاي العزل بيتركب، هسيب لكم لينك الحلقه كامله في اول